جوزك دايما بيقولك المحشي بتاع ام احسن منك. انا هخليكي تعملي محشي بطريقه زي العسل وتعلمي عليه. اكسبروا له لايك ومتابعه وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. حله على النار وميه بتغلي وشويه كمون وشويه ملح. اقطع بقى وانضف الكرنبه. ابتدي ان انا افرغ كده بقى وهنزل في الميه 30 ثانيه. بعد ما سلقنا بقى هتخلص من العروق دي ومرميهاش عشان هحتاجها. بعد كده هدورها بالشكل ده وهقسمها على 2. بعد كده هقسم من النص كده عشان يبقى بالشكل ده، شكل الكرنب بعد ما اتسلق واتقطع. هجيب حله بقى وارفعها على النار. هنزل بشويه زيت ومعلقتين سمنه كبار. هتقولي بتحط زيت وسمنه ليه؟ اقول لك السمنه عشان تعلي التست والزيت عشان الرز ما يعجنش. بصلتين يا معلم من البلكونه وافرمهم مع البلانشه بالشكل ده كده. بعد ما البصله اتكرملت بقى ست الكل هجيب شفشق طماطم مضروب في الخلاط وانزل كده بالشكل ده. 3 معالق صلصه بوريه، ومش عايزك تتخلي على اكلتك عشان تطلع جميله جدا. وهسيب الصلصه دي بقى لحد ما تتقل. بعد ما الصلصه تقلت بالشكل ده هحط عليها نص معلقه سكر. الرز بتاعي مغسول هنزل عليه بقى بالتسبيكه الجميله دي، تكاته وحركاته وكل حاجاته. 7 بهارات: كزبره، بابريك، فلفل اسود، جوز الطين، بصل بودر. احط ملح ولما تبرد احط لها خضره. الرز برد هنحط الخضره. هنحشي بقى المحشي. لو عايزين تعرفوا بقى بيستوي ازاي اكتبوا لي في الكومنتات واكسبوا له لايك ومتابعه.